ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض اكله حلوه قوي وجميله، يعني ما شاء الله على الهشه اللي فيها وعلى الحلاوه اللي فيها. يلا مع بعض نبدا مع بعض. المقادير البسيطه اللي انا دايما بجيبها لكم: كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الميه. طبعا المعيار واحد، ما فيش مشكله. هنفضل نقلمهم كده، وبعد كده هنضيفهم على البوتاجاز ياخد غلوه كده حلوه. وبعد كده هنجهز كوباية من السكر، كوباية معلش من الدقيق، وعليها رشة من الملح، وكوباية من المية بتاعة الشاي. وبعد كده نفضل نقلب يعني شوية بشوية، مش نحط المية كلها علشان العجينة ما تكونش جافة معانا ولا طرية معانا زي ما انت شايفة. اهم حاجة العجن، اهم حاجة تاخدي تعجني فيها كويس، عشان تاخدي عجينة كويسة، وتاخدي عجينة هشة كده. وبعد كده طبعا بعد ما عجناها هنسيبها ترتاح حوالي 20 دقيقة. فالكل هيقول اسيبها 20 دقيقة ليه وانت اصلا ما حطيتش عليها خميرة؟ فاحنا لازم اصلا اي عجينة بتعجنيها لازم تسيبيها ترتاح شوية علشان خاطر تاخدي عجينة كويسة. وبعدين السكر بتاعك لو جايب شوية ممكن تخففيه بالمية، تمام عادي مفيش اي مشكلة خالص. وبعدين خليه يغلي كمان. وبعد كده هتجيبي غطا من الماء موارد، او المية من الموارد، تمام. وهتجيبي رشة من الفانيليا عشان تخلي كده فيه ريحة حلوة كده. وبعد كده هتجيبي بقى السر الخطير بقى اللي في العجينة: النشا. النشا دي هي اللي بتخليها ناشفة اخضر، وبتخليها هشة وجميلة. لكن بلاش المؤفرة، يعني بلاش نأوفر شوية في الموضوع النشا. يعني حاجات رشة بسيطة كده علشان العجينة ما تطلعش معانا ناشفة وتبقى كده، يعني محدش يعرف ياكلها. لازم تكون برضو العجينة تكون طرية معانا زي ما انت شايفة. احنا طبعا بنحاول ان احنا نرفعها، لازم سطح الرخامة تبان معانا من فوق العجينة، عشان كده تعرفي ايه اللي العجينة معاكي كويسة، وتكون السمك بتاعها رفيع جدا. هنقطع الزوايد اللي هي بره دي زي ما انتوا شايفين كده، عشان نسويها تكون مربع. بعد ما خلصنا كده خلاص، دي العجينة اللي انا طلعتها. دي طبعا مش هتترمي، انا هعملها برضو، مفيش حاجة بتترمي. هنقطعها كده يكون المكعبات قطع واحد، يعني ما يكونش معوج، او مثلا واحد اكبر من واحدة. لو طلعت اكبر من واحدة مش مشكلة عادي برضو. زي ما انت شايفة هتجيبي بقى الفرشة والزيت بتاعك، هتدنك كده تملسي على العجينة كده. شايفين المفرجعات اللي طالعة دي؟ يعني ديت بقى اللي بيثبت لك ايه، العجينة طالعة معاكي كويسة وهشة وجميلة. زي ما انت شايفة هتجيب واحدة ورا واحدة. كل ما تعملوا تجيبي لفة العجينة تعملي عليها زيت، وتجيبي الحتة التانية تعملي فوق منها زي ما انت شايفة كده. مش هتاخد من وقتك نص ساعة، يعني حاجة هتخلصيها في دقايق. هتقطعيها تقطيع كده. طبعا انا قطعت تقطيع تخين، بس هو اني حسيت اللي هو تخين فانا رفعته تاني. قطعت يعني الواحد قطعتها اتنين زي ما انت شايفة. هتلفيها كده وتتني، تلفيها وتتني، تضغطي قوي علشان خاطر لو انت مش لو انت ما عملتيش كده ضغطتي العجينة هتفك منك في الزيت. فاحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نلف ونضغط، نلف ونضغط زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله من كوباية دقيقة واحدة عملت معانا كمية حلوة قوي، كمية جميلة. طبعا الزيت لازم يكون سخن قوي. ما شاء الله شايفين البالونات اللي طالعة منها دي؟ حاجة جميلة جدا، حاجة تحفة. زي ما انت شايف كده طبعا احنا بنخليها تاخد اللون الذهبي، اللون الفاتح، اللون الحلو ده. هنطلع بقى بعد ما خدت منها لون ذهبي كده، بلاش اللون اللي هو بزيادة علشان خاطر ما تكونش ممررة معانا. دي الكمية التانية.
طبعًا هتطلّعي على طول الحاجة اللي إحنا عملناها من الزيت تكون سخنة، تطلّعيها في الشربات على طول، والشربات يكون ساقع ما يكونش سخن علشان خاطر مش يبوّظ ليكِ الحاجة اللي أنتِ عملتيها. زي ما أنتم شايفين الجمال وشايفين الحلاوة ما شاء الله، يعني حاجة كده عملتيها في ثواني ما خدتش منِّك وقت، والله بجد مش بتاخد منِّك أصلًا أي حاجة، ما شاء الله تعتبري أنتِ بتستاهلي أصلًا في المطبخ، يعني أي حد يعملها. دي طبعًا العجينة اللي أنا طلّعتها قُلت طبعًا ما فيش حاجة بتترمي زي ما أنا قُلت لكم. شايفين بقى الهشة وشايفين الجمال اللي فيها، شايفين الحلاوة، بألف هنا وشفا على قلبِك. أتمنى منِّك بلايك، أتمنى منِّك اشتراك للقناة، مع ألف سلامة.